للاسف في الفتره الاخيره بدانا نسمع كتير عن مشاكل لناس اشترت عربيات. يا عيني يعني هم على طول ما بييجوا يدوروا على العربيه دلوقتي بيحاولوا يجيبوا عربيه بسعر كويس، فبيبقى صعب عليهم يلاقوا عربيه مستعمله بسعر كويس. فما بيلاقوا عربيه بسعر كويس بيبقى ملعوب فيها في الاغلب. يعني مفيش حد دلوقتي بيبيع عربيات باسعار معقوله، كله بيضرب في العالي. باشمهندس رامي، ايه قصه العربيه دي؟ ولا العربيه دي ينفع تتصلح تاني وترجع مظبوطه، ولا صاحبها خلاص كده؟ استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الله وحضرتك دايما منورنا. ربنا يبارك لك. انا بس عايز اقول حاجه في اول الفيديو. ايوه يا جماعه في الله، لازم نتقي ربنا في البيع والشراء، دي مفيش فيها كلام. الاهم من ديت يعني اكيد يعني دي حاجه معروفه، ده ديننا واخلاقنا بتقول كده. لا، اللي انا شايفه ده ما بيقولش كده. انا عايز اقول حاجه تانية، اللي هو المفروض الناس تبقى تعرف ازاي تكشف على عربيتها بشكل كويس، بحيث ان هي تستلم عربيتها مظبوطه وما يضحكش عليها. ده كلام مظبوط مليون في المية. بس لكن يتقي ربنا، ما هو كلهم عارفين المفروض لما يتقي ربنا، ومحدش بيتقي ربنا. ايه القصه؟ طيب عشان ما اطولش على حضرتك، العربيه دي جات لي امبارح، فيها حادثه، فكينا الموتور والفتيس وشلنا كل حاجه. اكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت الاتي، ان العربيه دي معمول فيها شغل قديم، تمام، وصاحبها ما يعرفش وفي عنها حاجه الحام في فرد الشاسيه، واللي اشترى العربيه ولا يعرف اي حاجه، فاكرها فابريك. اللي انا هقوله ده مش كوميديا، بس دي كوميديا سودا. صاحب العربيه دي الحمد لله رب العالمين ربنا نجاه من الحادثه والامور طيبه. حلو. صاحب العربيه دي النهارده في المستشفى عشان هو اكتشف انه اتضحك عليه، فصعب عليه نفسه، فدخل المستشفى من التعب، وقع طب كده في المستشفى، ربنا ان شاء الله يشفيه ويعافيه. انا اعمل المصيبه ولا ان حد يضحك عليا؟ بالظبط، هو ده اللي حصل. تمام. فاللي حصل، ادي العربيه اهي زي ما انت شايف، فرده الشاسيه. هي ملوحه جامده قوي، ومتداريه بقى بالمعجون وبالكلام ده كله. ما بانش الكلام دوت غير لما الراجل بعد الشر يعني عمل الحادثه. هو كان عامل حادثه كانت بسيطه، ففرده الشاسيه اتلوحت جامد بسبب اللي هي كانت معموله قبل كده، لان الفرده فيها الحام اساسا. فاللحام ضعفها، بالزبط. فمع الخبطه الجديده البسيطه خلت الدنيا بايظه كده فيه دوت. تمام. وعندنا الفرده هنا اتاثرت برضو، بس ان شاء الله رب العالمين احنا يبقى ليهم حق كده بتوع المرور اللي هم ما يرضوش باي فرد الشاسيه فيها الحام. طبعا ده امن وامانه المواطن واسرته. دي حاجات ما فيهاش هزار. انت بتلحم فرد الشاسيه عندك؟ انا يا فندم بتلحم فرد الشاسيه؟ لا طبعا، لا فرد الشاسيه انا مش بلحمها، لكن خليني اقول لك ان انا الحمد لله رب العالمين بنعدلها من غير لحام. بالظبط. طب العدله دي ما تضعفهاش؟ ما هو يا استاذ احمد، الرك، هل انت بتسخن بنار ولا انت بتسخن بهوت جن وبتستحمل الوقت؟ ما هو النهارده الهوت جن انا بفضل قاعد عامل كده، ايدي دراعي بيخدل، لكن انت هتجيب النار هتعمل تك عملت خلاص، وانت بذاك الشغلانه خلصت. لكن العدله العاديه خدت من الخواص بتاعت الفرد، لكن العدله العاديه ما تاذيهاش في حاجه. ازاي؟ بالراحه وبتاع وبتتعمل. احنا النهارده هنزيل بقى كل الكلام دوت ونشوف اللحام اللي كان معمول في الفرده ازاي، وهنحاول ان شاء الله. بس هي ممكن ما تتظبطش لان في لحام قديم بقى. بالظبط. احنا هنحاول، انا قلت للعميل كده، احنا هنحاول نوصل له حتى ولو 90% من الصلابه بتاعت فرد الشاسيه، عشان نقدر نحافظ له على العربيه، عشان حرام ان العربيه دي يحصل فيها قطعيه او لا حاجه خلاص كده المرور يسجل ان هو هيعمل كذا. لا، احنا ان شاء الله هنمنعه من الكلام ده كله وهنعالج الموقف. طب افترضنا اللي انت حسيت اللي لا اصلاحها هيخليه يتعب بعد كده، ايه الاجراء اللي انت بتقوله المفروض ياخده؟ انا هبلغه طبعا. أيوة. عشان ده امنه وامانه، وهخليه يروح يبلغ في المرور، بيروح يبلغ المرور بتاعه. بالظبط. وبنسجل ان العربيه هتغير ربع، عملت حادثه وهنغير ربع، وبيروح يعمل بقى المعاينه، بيخش لجنه يشوفوا الطريقه اللي معمول بيها الشغل طريقه تصلح للامن والامان ولا لا. بيوافقوا بنسبه كبيره بيوافقوا، طالما الشغل معمول. هو المرور يا جماعه مش موجود في البلد دي عشان يضايقنا، هو اللجنه بتاعت المرور دي موجوده عشان تحافظ على سلامتك انت وسلامه الاخرين اللي ماشيين جنبك في الطريق. هو مش عايز يضايقك، طالما العربيه معموله كويس خلاص. هو ايه المشكله عنده؟ بيبقى اسمها لجنه رباعيه تقريبا ولا اسمها لجنه تقريبا، عشان ما ادخلش في مسمى انا مش قده، لازم اكون متاكد من المعلومه مليون في الميه. طيب اللجنه دي ان شاء الله ممكن توافق ده في حاله اللي انت حسيت اللي انت مش هتطلع مظبوطه او هتتعب. بالظبط. لو لقيت هيحصل فيها تعديل او هتغير حاجه لازم بيبلغ المرور. طب لو واحد ما عندوش ضمير وكمل ولا عملها له، ايه اللي ممكن يحصل لعربيته وهو ماشي؟ يعني لا، ممكن تحصل مشاكل. ادي حادثه صغيره زي كده، هي غير المشاكل اللي في العفشه والكلام ده كله. يعني دي حادثه صغيره، ممكن لا قدر الله تيجي بقى في حادثه قويه، بدل ما هي تحصل حاجه بسيطه، لا يعني ممكن تؤدي لروح بني ادم. العربيه ممكن يعني تحصل فيها مصيبه يعني. فانا دي بس والله حابب اقولها، حرام وما يرضيش ربنا. نعمل شغلنا كويس وما نخليش الامور كده. وانا اهو ادي الناس اللي كانت بتقول عليها غشاش، يا جماعه والله الفكره لا غشاش عشان انت بتعمل حاجه كويس. بتعمل الحاجه كويس ازاي؟ انا اتحدى ان انا في حد عملت له شغل في عربيه يجي يطلع منظر زي ده. بفضل الله يبارك لك. كل الناس بتشهد لك اصلا بالكفاءه، وما شاء الله عليك وعلى شغلك. الحمد لله اكبر، وربنا يزيدنا ويزيد الناس. وانا بشكر كل الناس، وبقول للناس اللي هي بتقول علينا اي حاجه برضو احنا معاكم وتحت امركم، عمرنا ما هنتضايق منكم، وبنشكر كل الناس اللي بتدعمنا، واحنا دايما في خدمتكم. شكرا جزيلا، وربنا يجزيك خير.